لا حماقي لو لكن عامل في حياته مثلا 100 اغنيه هتلاقينا انا عامل فيهم 60 مثلا. انت قلت له كتير، قلت له احلى حاجه فيكي على حاجه فيكي اللي هي وواحده واحده واحده ونفسي ابقى واحده جنبه، لا كل كتير حاجه كتبت كتير له كل كتير اغاني حاجه. كتير جدا، اه يعني انا يعني مش عارف احفظ من كتره الاغاني. وعملته مع بعض في اغنيه بحبها قوي، مايني. مايني مايني لذيذه مايني. جدا. وراها قصه الاغنيه دي ولا الافيه لا كان لا حلو قوي؟ كان افيه ما ده برضو من اللي انا بقول لك برسم على اللحن. مم. يعني ممكن يكون عمرو وهو بيقول اللحن ايني ايني يعني اه الجمله آه. تديني الايحاء بالجمله او قال حاجه برسم، عارف انت بترسم. فساعات الرسم ده على الهرتله اللي الملحن بيقولها لما بيكونش فيه كلام مم. يدي لك سكه، يدي لك كلمه بس يطلع منه حاجه. عارفه احلى حاجه فيكي دي، انت بتطرح سؤال في اول اغنيه، اكيد جالك لحن، هو كان الاول لا لحن توزيع لحن وبعدين لحن لحن. وبعدين جالك هو فكره ان حماية دخل السؤال. عليا بلحنين لعمرو مصطفى، مم. قال لي كنا اياميها بقى هو لسه طالع من طارق مدكور اه لما كان. واحنا في ورطه بنت لذينه، الراجل ده مم. هيعمل ايه؟ مم. وانا في النص بقى، ده صاحبي وده صاحبي مش عارف اعمل ايه، مم. فاهم؟ بس طبعا بقيت مع حماية مش مم. لان بقيت بكتب اغاني ضايق بيها مذكور يعني. رغم انكم يعني صحاب. في اغنيه رساله دي، اه دي كنت كاتبها لمذكور اللي ناس كتير هو قالت كده وقتها. اه عمر ما حد كان زليلني، اللي هو اصل انا عايز اشتغل وطارق قاعد بيعمل حاجات تانية، فكان مم. ما بينهم خلاف ساعتها. مم. فانا بقى قاعد بعبر لحماقي ومذكور حبيبي واخويا الكبير طبعا يعني. طبعا. بس انا كنت ساعتها شايف ان حماقي لا لازم يشتغل ولازم يعمل. كلنا كنا بنقول له ان انت مش انت يا ابني بقالك كده 3 سنين ولا 4 سنين من اول البوم مم. هتتنسي. وفعلا اتاخر فتره عقبال ما عملنا البوم يانا خلص الكلام. لا يانا ينت. يانا ينت، اه اللي هي يانا يا ينت انت دي. اه دي كانت في النص ما بين اه الالبومين ونزلت بعد الاولاني، كده. نزلت في النص مع مذكور. اه نزلت وبعد قبل كده بقى اضطرينا ان البوم احنا خلص الكلام. فجاب لي لحنين لعمرو مصطفى ما لهمش اي كلام خالص، لحنين. راح احلى عمرو حاجه فيكي عملهم وبقت على عاده. على بيت عند تميم تقريبا، مم. احلى حاجه فيكي وبقت بقت عاده. عاده اه اه. وكتبناهم على طول وكلمنا عمرو وسمعنا له وخلاص.